السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ صباحكم زي الفل، صباحكم مسك، صباحكم عنبر، صباحكم وجمعتكم مباركة عليكم جميعا وعلينا. اللهم ارزقنا الخير والبركات والستر والصحة، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك وعافنا بعفوك يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح حالنا وحالكم جميعا، اسم اللهم امين. هنا بقى كنا بنعمل برجر، تعالوا بقى. وبحط عليه جبنة وعليه مشروم. وقلت ايه، افتح نفسكم كده يا ولاد في يوم الجمعة ان احنا نكون نشيطين. البرجر ده من بره، هنوريكم شكل البرجر اللي في البيت والبرجر اللي من بره وتشوفوا الفرق. وانا عايزاكم كلكم صدقوني، اللي في البيت بيكون وفر معاكي جدا 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 جدا. كوكو مسجله. البرجر ده كان حلو يا بودي، كان جميل. ده بقى البرجر اللي في البيت يا جماعة. انا بعمله في الغطيان بتاعت البرطمانات، في الغطيان بتاعت الغطا، البرطمان الازاز، البرطمان البلاستيك، زي ما انت عايزه، بس كل ما يكون مش عالي قوي كل ما يستوي اللحمه من جوه وانت بتشوحيها. طبعا هناك فرق شاسع بين اللي في البيت وبين اللي في البره. اللي في البيت جميل جميل جميل. كنت جايبه ربع كيلو لحمه مفرومه، لا نص كيلو لحمه مفرومه وعليه فول صويا. هنا بقى كنا قالين طماطم، قصدي بطاطس مع البرجر. ايه رأيك يا بودي؟ هنا كان طعمه حلو. الله، عمر هيقول لي ايه؟ ها، تسلم ايدك يا ماما. البرجر كان حلو يا بودي. طب قول لهم يا حبيبي. تسلم ايدك يا ماما. يا قلبي هتبوسه بقى. عمر كان هنا فرحان قوي ومبسوط بيه. ده بقى بتاع بره، بتاع البيت كان عالي كان جميل. بتاع بره انت بتشتري شريحه عامله شبه الورقه. انا كنت حاطه نص كيلو لحمه مفرومه، والله العظيم يعني حتى لو لحمه متلجه اسمها برضو انت بتعملي حاجه في بيتك، حاجه بايدك، حاجه يعني. انا ما عنديش كباس البرجر، بس بعمل في الغطيان بتاعه البرطمانات او في الغطا بتاع البرطمان الازاز. يا ده يا ده. برطمان الازاز كنت عامله على قد عمر بحيث ان البرجرات تبقى صغنونه عشان يبقى فرحان بيها وهي في الكايزر على قده. ده هنا انا بحب اشوح المشروم كده، اديله تشويحه بسيطه واكله فوق البرجر. انا بحب المشروم يا جماعه، انني عاشقة مشروم. حطيت نص كيلو لحمة مفرومة عليه ب10 جنيه تقريبا، او نص ب10 جنيه، يعني ابو 5 جنيه فول صويا. بيفرط معاكي وبينفش معاكي جامد بطريقة غير عادية. تحطيهم على بعض وتبوشيهم، بتبوشي الفول الصويا كويس قوي. بتسيبيه يشرب المية بتاعته، ما شاء الله بيشرب مية مهولة. بعد كده بتعصريه من المية كويس وتروحي حاطاه على ايه. فبعد ما بتعصري الفول الصويا كويس قوي من المية، بتروحي حاطاه على اللحمه بتاعتك بقى. عايزه تجيبي عايزه بقى تجيبي توابل زي ما انت عايزه بقى، اللي انت عايزاه حباه بتحطيه. انا حطيت ابو 10 جنيه فول صويا، هو كان كتير شويه على نص كيلو اللحمه. ما شاء الله ما شاء الله فرط معايا. وكلنا على مرتين. على مرتين ده ايه اللي هو ايه يا حبايب قلبي؟ اللي هو ما شاء الله اللهم صل على النبي، احنا ما شاء الله 5، يعني 5 في وش العدو طبعا. كل واحد هياخد 2 ما عدا عمر. فما شاء الله هو فرط معايا بدل المرة، بدل ما ناكل مرة كل واحد سندوتش، لا كلنا كل واحد سندوتشين والسندوتش مليان. يعني مشبع، يعني مشبع. لكن ده بتاع بره شايفين رفعه صغير ازاي، لكن بتاع البيت انا شفت الفرق بين، انا جايبه لكم ليه الاتنين مع بعض عشان اوريكم الفرق بين ده وبين ده. انا ما شاء الله اللهم صل على النبي، حطيت نص كيلو اللحمه على الفول الصويا وعجنتهم في بعض وحطيت التوابل. طبعا انا عايزه اقول لكم التوابل الجاهزه اللي هي بتاعه البرجر الجاهزه ما شاء الله عليها بتديكي نكهه برضو حلوه، مش ما بتديكيش، لا هي بتديكي نكهه حلوه. وبعد كده بقى بتروحي جايه ايه، حاطه التوابل. عايزه تحطي فلفل بقى، كمون، بهارات اللي انت عايزه تحطيه واللي انت حباه تحطيه في قلب البرجر، دي طبعا اختياري ليك انت مش ليا انا. بس تتبيله التوابل الجاهزه اللي هي بتاعه البرجر، تتبيله اللحمه انا احبها. تتبيله السمك بتدي للسمك برضو نكهه تانية مع الثوم مع الملح مع الحاجه اللي انت بتحطيها من بيتك. والتوابل لما بتعمليها في بيتك وتجيبيها خشنه وتنقيها بتكون حلوه. وسبق وعملت لكم الفرق بين التوابل اللي هي الصحيحه المغشوشه والصحيحه اللي هي مش مغشوشه. ليه؟ انا لقيت كل حاجه بتتغش، واليعوذ بالله جميع التوابل بتتغش.
فربنا يا رب يرضينا ويرضيكم جميعا. تعالوا بقى، انا رحت جايه بقى ايه، عملت بقى قطعت الكابوتشايه كده وغسلتها وخليتها جميله. رص بقى ايه السندوتشات بتاعتك كده، الكابوتشي على البرجر على الطماطم على الكاتشب. الكاتشب ازاي يا حبايب قلبي؟ ما اشتريهوش مواد حافظه من بره كاتشب عندي لازم يكون في التلاجة، ده على طول. معلقتين صلصه من اللي انت عاملاها او من الجاهزه اللي هي في البرطمانات، لو انت بتجيبيها. في ناس بتحب تجيبها عشان بتطعم او بتعزز اللون معاها شويه. عايزه تعززي اللون بتاع الطماطم العاديه، هاتي بنجرايه اثناء ما بتدي للطماطم غلوه قبل ما تفرميها في الخلاط، هتبصي تلاقيها برضو بتعزز معاكي اللون شويه البنجرايه. تدي معلقتين صلصه، عليهم معلقتين خل، عليهم حبه فلفل وحبه كمون وحبه ملح، زي ما تحبي زي ما انت عايزه. هتلاقي الكاتشب تحفه في الجمال. التوميه، انا ما عملتش توميه، بس التوميه معلقتين 2 نشا، هتعمليهم بنص ربع كوبايه ميه على البوتاجاز، تك 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 تك، وبعد كده تحطيهم في قلب الخلاط مع علبه زبادي. ما شاء الله هتملي طبق بحاله. توميه ما تشتريهاش من بره نهائي. الناس بتبيع الميه كده هوت يا ولاد في ازايز. بتعرف تصنع الحاجه، بتعرف تفكر، بتعرف تشتغل، بتعرف تدبر امورها. لازم الست بقدر من الامكان تدبر امورها وتمشي حياتها وتمشي امورها وتمشي دنيتها. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. ده طبعا مايونيز جايبينه من بره ما اشتريناهوش، ده الوحيد اللي انا مش ما عملتهوش صراحه. حطيت بقى فلفل وكابوتشا وطماطم. بحب الطماطم دواير، ما بحبهاش سلايزات. ايه رايك يا بودي؟ عموري لازما يدوق اول واحد، ما تفكروش. لازم عمر يدوق اول واحد في اي حاجه بعملها. ليه بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله، يعني انا عيالي ذواقين، اللي بيفهموا ايه الحلو وبيفهموا ايه الوحش، بيبقوا عارفين ايه اللي يحبوه ايه اللي ما يحبوهوش. وطبعا برضو هنا هناكل ايه؟ فطير. قالوا يا ماما في محل عامل عرض حلو على الفطير، والمحل ده عمرنا ما ندخله في الايام العاديه. ليه؟ لان الفطيره فيه ب 300 ب 400. ليه؟ لان الحشو بتاعه والفيديوهات بتاعته مكسره الدنيا. اسمه عم سمير، عم سمير بتاع الفطير. اي حد يعمل السيرش كده على الجوجل ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ويكتب عم سمير، هيلاقيه ما شاء الله ما شاء الله، يعني الفيديوهات بتاعته مكسره الدنيا. طبعا عم سمير ده قريب مننا شويه، بس فقلت لهم يلا تعالوا اما نروح نجيب من عند عم سمير. شفتوا ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، العرض ب 400 جنيه. يعني مثلا هنقول ان الواحده ب 100 جنيه، فيها ما شاء الله معرفش 6 قطع ولا 8 قطع. بس القطعة أصلا عيالي كانوا بيقولوا مش هيكفوا واحنا بنطلب، بس ما شاء الله احنا اتفضل مننا أصلا أكل وخدناه واحنا مروحين. لأن عيالي يعني اللي هو ايه، الحاجات المليانة حشو جبن والكلام ده بتصد. دي طبعا شوكولاتة نوتيلا، من غير تخفيف، يعني نوتيلا بحالها كده محطوطة بحالها كده. هنا عموري قلبي بقى وحبيبي كان ماشي، اول ما صلحت له العجله، لسه مصلحاها له والله يا ولاد اول امبارح. فطبعا اول ما صلحت له العجله خدتها له النادي كده وركبت له زماره ب 70 جنيه، وصلحت له وركبت له سناده ب 200 جنيه. فما شاء الله برضو صرفت عليه وكلفت عليه، صرفت عليك وكلفت عليك. طبعا بقول شكر خاص طبعا. وطبعا لازم نشكر في الاول وفي الاخر الشيخه ام ناصر، وجزاها الله كل خير على الفسحه الجميله ديت وعلى مرضيتها لعيالي. جزاك الله كل خير، وربنا يخليكم وما نحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يخليك لنا يا تيتا ام ناصر، وبجد بجد دي احلى فسحه الصراحه، يعني احلى فسحه في حياتي. انا عايزه اقول لكم انا فسحتهم في اكتر من مكان ورا بعض ورا بعض، ايام ورا بعضها. اللي هو الفيديو ده اصلا بقاله كذا يوم، يعني مقتطفات كده. قلنا تعيشوا معانا الايه الجو دوت، او تعيشوا معانا اليوم اللي احنا خرجنا فيه ده يعني. هي ماما الصراحه يعني ربنا رزقها، فراحت وودتنا في كل حته وصلحت لعمر العجله طبعا، وانا فرحانه قوي الصراحه. وشكرا لتيتا ام ناصر، شكرا شكرا قوي. وربنا يخليكي لينا يا تيتا ام ناصر زي ما انت مفرحانا كده، يا رب يا رب. بحبك يا تيتا ام ناصر قد الدنيا والبحر مره واحده. اه. اتمنى تصلوا على النبي تحت في الكومنتات وتكتبوا كومنت وتشاهدوا لي الفيديو. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفرجوا عشان اكمل الساعات.